هل تدري ما معنى أن يدعو لك والداك؟ أن تذكر في سكون الليل حين يغفو الكون، وتبقى الأم ترفع يديها وتقول: اللهم احفظه، اللهم يسر له، اللهم لا تريني فيه بأسا. هل تدري ما معنى أن يصبح اسمك على لسان أبيك في كل سجدة؟ يا ربي ارزقه وارض عنه وقر عيني به. دعاء الوالدين ليس مجرد كلمات، هو سترة نجاة، وهو الحاجز الخفي بينك وبين البلاء. كم من شر كان سيصيبك فصرفت عنه بدعوة أم لا تعرف التعب، وبدمعة أب تذرف خفية في قلب الليل. الدنيا ترهقك، الطريق طويل، الحياة تضيق. تذكر فقط أن خلفك دعوة لا ترد، وأنك تسير في الدنيا ليس بقوتك بل بثقل دعاء رفعه والداك إلى السماء. فإن أردت النجاح، وإن رغبت في البركة، وإن تاقت روحك للسكينة، فاحرص على برهما، ففي ابتسامة أمك تفتح لك الأبواب، وفي رضا أبيك تزال من طريقك الجبال. اللهم ارزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا، واجعلنا ممن لا ينكسر لهم ظهر، لأن سندهم كان دعاء أم وسجدة أب.